عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش انا ام نور، حلو وحادق. يلا بينا نعمل الحاجه الجميله دي، القمر ده. اول شيء هنصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. هنا انا عملت شويه كايزر وكامل بيض فينو علشان ولادي كانوا رايحين كليات الصبح. الكايزر طري وهش وجميل جدا جدا بمكون سري انا هقولك عليه في الفيديو. بصي هنا انا بوريكي تاني يوم انا عملت الساندوتشات دي. ده المايونيز اللي كنت عاملاه في البيت، ارجعي الفيديو ده. وده البرجر اللي انا عاملاه بالفاصوليا البيضاء. والله ما تحسي بطعم الفاصوليا البيضاء ابدا ابدا فيه، بس عشان ما احطش فول صويا لان انا ولادي شباب فما ينفعش اكلهم فول صويا. بصي حاجه جميله ما شاء الله. تعالي نشوف هنعمل ايه. هنا اول شيء بعمل محسن العجينه، معلقه دقيق كبيره، نص كوبايه ميه تقريبا، وبحطها على النار لحد ما تكون لي العجينه دي. هنحطها على العجين بس لما تبرد. هنا معايا معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح، والخميره هنا هحط عليها معلقه سكر، واحط عليها ميه واسيبها تتفاعل. معايا هنا كيلو دقيق، لازم تكوني نخلاه طبعا. حط السكر والملح، وهنا دي زبديه. عايزه تلغيها مفيش مشكله، بس انا بحس ان هي بتدي طراوه للعجين. ومعلقتين زيت بس، مش اكتر من كده بس. وبقى يعني بعجن العجين بالاداء ده. الخميره هنا بتاكد ان هي خمرت وصالحه، عشان بس العجين بتاعك ما يبص. لازم تختبري الخميره مهما يكون انت عارفه ان هي كويسه، لازم تختبري لازم. انا هنا حطيت مج من الميه، وجايبه مج تاني او مج الا ربع، وهشوف العجينه هتاخد مني قد ايه ميه. انا بحاول اقرب لك مقادير الميه، لكن كل دقيق بيحتاج شويه ميه غير التاني. هنا انا حطيت محسن العجين اللي انا عملته، وحطيت هنا معلقتين زيت كمان عشان يلموا لي العجينه بس مش اكتر. بس هنا احنا كده عجننا العجينه وخلصناها. العجينه بتكون طريه كده، ما بتبقاش ناشفه، فاهمه؟ اما بتلميها واعجنها شويه كده خلاص. مجرد ما عجنتها شويه كده خلاص هي تمام، لفت معايا وبقت جميله. ما تعمليش عجينه ناشفه، كل ما تسيبيها تستريح مش هتلزق في ايدك. بصي هنا سبتها استريحت خلاص، هي تمام قوي قوي، ما بتلزقش في ايدك خلاص. هنا انا بدهن صينيه هناك على جنب كده، وببتدي اعمل الكويرات بتاعه الكايزر على قد ما انت عايزه، كبير صغير، دي حاجه بقى انت وذوقك. بصي انا بوريكي هنا انا لو بلفها على الرخامه او بلفها بايدي. واهم حاجه ان انت تغطي العجين ده باكياس، ما تغطيهاش بفوطه. لو غطيتيها بفوطه هتنشف. بصي بقى باخد كل كايزر بعد ما بيخمر باخده بخمره تاني مره. بصي بفرد الرغيف وبلفه وبحطه وبعمل مسافات عشان هو طبعا هيخمر وهيملى الصينيه. ده العيش الفينو برده بتبططيه وتفرديه كويس وتقفليه من تحت بس، برده بترصيه. احنا هنا لازم نخمر العجين لتاني مره. دي معلقه لبن تمام. انا كده بمسح العجين كله باللبن، وبرشه بالسمسم، ممكن حبه بركه زي ما يعجبك يعني، دي حاجه اختياريه. مش عايزه تحطي حاجه خالص ما تحطيش. بس انا كده دهنته كله وبسيبه تمام. ادخله بقى وبتدهني اتنين اتنين وترشي على طول السمسم عشان ما ينشفش، اللبن هينشف بس. وربنا يحسن ما بين ايديكم.